التعليم مش مجرد مرحلة عمرية، ده أكبر استثمار اقتصادي للأمم، إما يولد عقول تبني اقتصاد قوي أو يستهلك مليارات على الفاضي. الساعة 3 الفجر، نور أوضة محمد لسه منور، على المكتب كوباية قهوة باردة وورق مكرمش مرمي في كل حتة. هو خلص امتحانات من أسبوع بس مش قادر ينام، مش عشان خايف من النتيجة، لأ، لأنه فاهم كويس إن اللي جاي أصعب من اللي فات. أبوه بعت له فايل فيه كل الكليات وكمان مصاريفها. أمه قاعدة تحكي له عن قرايبهم اللي دخلوا طب وبقوا دكاترة مشهورين. في نفس الوقت على تليفونه رسالة من صاحبه بيقول له إنه هيشتغل معاه في شركة ستارت اب من غير شهادة. محمد حاسس إنه واقف على بابين، باب الأحلام اللي رسمها ليه المجتمع وباب الواقع اللي هو شايفه قدامه. محمد وهو قاعد وسط الفوضى دي اكتشف إن المشكلة مش فيه، المشكلة في النظام اللي بيحوله من إنسان عنده شغف وأفكار لرقم في جدول كبير اسمه التنسيق. هو مش لوحده، في ملايين زيه كل سنة بيدخلوا في لعبة تعليم شكلها أكاديمي لكن قلبها اقتصادي بحت. لعبة اللي بيخسر فيها بيدفع الثمن باقي من عمره. الدروس الخصوصية اتحولت لاقتصاد جوه البلد. وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر لعام 2024، الأسر المصرية صرفت ما يقارب 60 مليار جنيه على الدروس الخصوصية في سنة واحدة، ده غير الكتب الخارجية والمراجعات النهائية والكورسات. وعلشان تتخيل الرقم، 60 مليار جنيه تكفي تبني 60,000 مدرسة حكومية جديدة بسعة 1000 طالب لكل مدرسة. الأرقام دي مش بس بتقول إن في سوق ضخم، لكن بتوضح إن التعليم في مصر مش مجاني، هو ممول من جيب الأسر لكن بطريقة غير مباشرة. ويا ترى الجامعات في مصر تجارة ولا تعليم؟ الجامعات الخاصة في مصر ارتفع عددها من 19 جامعة سنة 2010 ل 32 جامعة سنة 2024. المصروفات السنوية ببعض الكليات وصلت لأكثر من 250 ألف جنيه في السنة، ربع مليون جنيه، خصوصا في كليات الطب وطب الأسنان. المفاجأة عمرها ما كانت في الفلوس، المفاجأة دراسة البنك الدولي بتقول إن أكثر من 40% من خريجي الجامعات الخاصة في مصر بيشتغلوا في وظائف مش مرتبطة بتخصصه. يعني شهادة غالية لكن سوق العمل بيقول لك مش محتاج. التعليم في مصر رايح لمستوى كارثي. تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 حط مصر في المرتبة 139 من كام؟ من 141 دولة في جودة التعليم الأساسي. ده مش معناه إن مفيش تعليم، لا، لكن معناه إن المحتوى مش بيواكب المهارات اللي السوق محتاجها. الشركات في مصر والشرق الأوسط بتقول إن أكتر من 50% من المتقدمين للوظائف ما عندهمش مهارات رقمية أو حتى إدارية كافية، حتى لو معاهم شهادات جامعية. لو رحنا لأوروبا عندنا أمثلة كتير. دولة زي فنلندا ألغت فكرة الدروس الخصوصية تقريبا واستثمرت في تدريب المعلمين بأجور عالية ودعم التكنولوجي. النتيجة إن 93% من الطلبة بيدخلوا الجامعة أو سوق العمل بكفاءة عالية. ولو رحنا لآسيا، دولة زي سنغافورة ربطت التعليم بخطط الدولة الاقتصادية. كل تخصص جامعي مرتبط باحتياجات سوق العمل المستقبلية، يعني بيشوف السوق محتاج ايه والدولة محتاجة ايه وبيوفروا لها تخصصات جوه الكليات. كوريا الجنوبية ورغم ان عندها ثقافة الهجوان او الدروس بمعنى اصح، لكن الحكومة فرضت قيود على ساعات الدراسة ووجهت الاستثمار في التعليم التكنولوجي، فبقت من اكبر مصدري التكنولوجيا في العالم. السباق اللي بيبدا في كي جي 1 وبينتهي في مكتب التنسيق بيكلف الاسر المصريه اكتر من 100 مليار جنيه سنويا بين دروس وجامعات ومصاريف، لكن العائد الاقتصادي الحقيقي ضعيف. جيل بيتخرج بشهادات مش متناسبه مع السوق وسوق مش قادر يستوعبه، فبيبدا نزيف البطاله والهجره. واحنا كدوله بدل ما نستثمر المليارات دي في تطوير التعليم الحكومي وربطه بالاقتصاد، بنسيب السوق يحدد مصير اولادنا. ونيجي عند السؤال اللي لازم نسأله، احنا بنعلم أولادنا عشان ينجحوا في الحياة ولا عشان ينجحوا في الامتحان؟ أنا إسلام السيد ودي شفرة اقتصادية.